أرح نفسك يعني أرح قلبك من إيه؟ من شيل هم وصول الرزق إليك. ده اسمه كده التدبير. التدبير هو شيل هم نجاحي ووصول رزقي المعنوي، السعادة والسكينة والناس اللي بتحبني وهتقبلني وهتقدرني، دي أرزاق معنوية، اللي هي عكسها الجرح والترك والغدر والحاجات اللي الواحد بيبقى خايف تحصل. أو الأرزاق المادية، الفلوس وهسكن فين وهتجوز مين وهعيش قد إيه والأمراض اللي هتجيلي ولا مش هتجيلي. بيقول له أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. ما تشيلش شيلة تقيلة على كتافك. ريح روحك وقلبك من الخوف من بكرة. ليه؟ لأن الرزق نوعين، القرآن والسنة والواقع علمونا إن الرزق نوعين. رزق مش هيجيلك إلا لما تسعى ليه، ورزق هيجيلك غصب عنك حتى لو ما سعيتش. فبما إن أنت لازم تسعى، فلو سعيت يقينا ربنا وعد لو سعيت هيجيلك الرزق اللي هو النوع الأولاني اللي بيجي بعد السعي، ويقينا حتى لو ما سعيتش في الرزق اللي ربنا وعد بيه هيوصلك بدون السعي. يبقى أنت دورك بعد ما سمعت الكلام ده إنك تسعى. فإذا سعيت يقينا وعد ربنا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإذا سعيت يوصلك الرزق اللي ربنا وعد لن يصلك إلا بسعيك، وهيوصل لك الرزق غصب عنك اللي مكتوب لك من غير سعي. يبقى دورك السعي، والسعي ده بيبقى بالجسد والعقل. أما القلب ريحه. ريحه ليه؟ لأن القلب ما يستحملش التفكير في إيه؟ ما يستحملش التفكير هتيجي منين؟ دي مش شيلتك، هذه اختصاصات الإله. أقول لك على حاجة، حط معايا كده سيناريو هننقذ سيدنا يوسف من البير إزاي. إخواته خدوه وهو طفل، مشيوا بعيد قوي، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. عارف يعني اطرحوه أرضا؟ يعني ودوه أرض بعيدة ما عرفش يرجع، يتوه. قالوا لا، ده احنا هنمشي في حتة بعيدة ونرميه جوه البير حتى لو طلع مش عارف يرجع. مشيوا ورموه في البير. ربنا بيقول وجاءت سيارة، يا نهار أبيض، قافلة يعني في اللحظة دي ربنا كان مخلي ناس بقالهم شهر بيجهزوا لتجارة، وخلى الوجهة بتاعتهم في المنطقة اللي هناك، وخلى خط السير مع النجوم من جنب البير عشان يطلعوا سيدنا. هم بينزلوا الجردة اللي يجيبوا المية، يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، حطوه بضاعة سر كده عشان يوصلوه للأرض اللي ربنا كاتب له إن هو يوصل لها. فتخيل كده ننقذه إزاي. عشان كده لما ربنا اتكلم على القصة دي قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فقال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. آخر الآيات والله غالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب تعال معايا قصة سيدنا موسى. تتخيل ان سيدنا موسى اللي عايش هناك في البلد دي مصر هيتجوز بنت سيدنا شعيب اللي عايشة هناك في مدين؟ ده منين؟ لا يعني مثلا حد ساكن في مصر الجديدة ازاي هيتجوز واحدة من أسوان؟ ربنا المدبر. أرح نفسك من التدبير. فسيدنا موسى يبقى بيفض خناقه فيزق واحد غصب عنه فيقع يموت فيها، يجروا وراه يطلع للبلد اللي هناك يجري. هم فضلوا يجروا 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 لغايه ما وصل للبلد دي. ايوه ما عشان ربنا اللي مدبر وشايف بنت شعيب اللي النبي بقاله سنين بيربيها دي زوجتك يا موسى، وشايف سيدنا موسى اللي نفسيته وهيصطفى نبي ودي مناسب تبقى مراته عشان تكمل معاه الرحلة. الرؤية الشاملة دي لا، ده بتاعت ربنا بقى، بكل شيء محيط وبكل شيء عليم. فلو سمحت